السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناه اسراء الطبخ والديكور. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم جوج الوصفات. اول وصفه غتكون مالحه كتجي على هذا الشكل بعجينه الفيلو، والوصفه تنعمرها بواحد الحشوه اللي مالحه ديال الدجاج، كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وكذلك في المذاق. والوصفه الثانيه هي كذلك بعجينه الفيلو، كتجي حلوه كنعمرها بالشكلاط والبنان، كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، كتجي رائعه مقرمشه. خليكم الفيديو الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير ديال هاد جوج وصفات. صراحه كيجيو من اروع ما يكون. نتمنى انكم تتابعوني الفيديو الاخير وتعرفوا على المكونات طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بالمالح هو الاول، حيت خاصني نحضر الحشوه ونخليها كتبرد. درت هنايا البصله، كتبقى الكميه على حسب عدد الافراد، على حسب عدد المملحات اللي بغيتو تخدموا. درت ليها القليل من زيت الزيتون او زيت المائده، كيبقى اختياري. صافي غادي نخلطها وغنضيف دابا التوابل. غندير بابريكا او التحميره، شويه ديال القرفه، صراحه القرفه كتتواتى بزاف مع الدجاج، القليل من الابزار، شويه ديال الملح. صافي وغنخلط هاد العناصر ونخليهم حتى كيتشحروا مزيان. من بعد ما تشحرات ليا البصله غنضيف ليها الفطر المعلب، ممكن تضيفوا كذلك الفطر الطري، انا متوفر عندي الفطر المعلب فقط. غنضيف الدجاج صافي وغادي نخلط هاد العناصر هادو ونخليهم حتى كيطيبوا مزيان. غنضيف هنا شويه ديال صلصه الصوجه، كذلك شويه ديال الصلصه الحاره. بهذه الطريقه هذه غادي نخلط العناصر جيدا، وغادي ناخد الشعريه الصينيه ديال الارز ديك الصفراء. حاولوا تاخذوا الصفراء ديال الروز، كتجي رائعه. غادي نديرها في، انا كنغليها شويه في الكاسرونه، ما كنديرش عليها فقط الماء طيب باش كتجي شويه طايبه. صافي وكنقطعها بواحد المقص، كنقطعها مزيان باش كتجيني رقيقه. وغادي نضيفها دابا للحشوه ديالي ونحركها واحد شويه حتى كتنسجم ديك التوابل، كتنسجم حتى هي كتشرب ديك العطريه. صافي وغنضيف لها القليل من الزيتون كحل وكنخليها حتى كتبرد. من بعد ما بردات ليا الحشوه دابا غنبدا نحضر في ورقه الفيلو. كيف كتشوفوا معايا قطعتها اشرطه على هذا الشكل هذا، شريطه طوليه. صافي دابا وغنقطعها على شكل مربعات، كل شريط طولي غنقطعو على 4. هانتوما كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي ناخذ الزبده، ذوبت الزبده حدايا. غنديرهم اول حاجه غنديروهم في بلاستيكه باش ما كتنشفش لينا عجينه الفيلو، حيت هي الا خليتوها ما مغطياش كتنشف. هنا خديت لي مول ديال لي كاب كيك، اي مول تاع الكاب كيك متوفر عندكم، دهنته بالزبده. صافي وغادي نبدا نشكل في المملحات ديالي. هنا غادي ناخذ الزبده مذوبه وغادي نبدا ندهن في الورقه ونحاول انني بحال كنخالفهم. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كندهن ورقه، كنديرها وكندهن الاخرى، كنحاول انني نخالفهم باش كيجيو كاع الجوانب طالعين بهذا الشكل هذا. غندير معكم واحده اخرى، طريقه جد جد سهله وكيجيو من اروع ما يكون. صافي غنستمر بهذه الكيفيه حتى نلبس القوالب بجوج اللي عندي. من بعد ما كملت العجين عمرته بالحشوه اللي درت. صافي وغادي نضيف عليهم دابا الفرماج احمر اللي حكيته، ممكن تستعملوا الموتزاريلا، ممكن تستعملوا اي جبن متوفر عندكم. ممكن كذلك الحشوه قبل ما تطفيو عليها تضيفوا ليها شويه ديال الكريم فريش وشويه ديال الجبن، يعني كيبقى اختياري. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي هي ورقه الفيلو بحشوه حلوه، خديتها وقطعتها اشرطه رقاقين. خديت ورقه الفيلو ديك اللي بقات عندي، قطعتها رقيقه وخديتها وعمرت بها قوالب ديال الكاب كيك اخرين بهذا الشكل. غادي ناخذ اول طبقه درتها تكملت وغادي ندهنها بالزبده. فاش غندهن بالزبده غدا غنبدا الحشو ديال القوالب. انا الحشوه استعملت البنان واستعملت الشكلاط كحل. نتوما ممكن تستعملوا اللي بغيتو، ممكن تستعملوا كريم باتيسير ديروا معاها شويه ديال المكسرات، ممكن تستعملوا كذلك البنان والمكسرات، ممكن تستعملوا غير الشكلاط والمكسرات، يعني كتبقى اختياريه. ممكن تستعملوا نوع تاع الجبن وديروا معاه القليل من المكسرات اولا الجبن فقط، يعني كيبقى اختياري الحشو نتوما اللي كتفضلوا. صافي من بعد ما غادي نعمرهم غادي ناخذ القليل من عجينه الفيلو اللي بقى عندي مقطعه، غادي نسد بها دوك المورقات
حلوين، غنسدهم ونستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل كاع المورقات اللي عندي في المول ديال الكب كيك، وندهنهم بالقليل من الزبده من الفوق. صافي وندخلهم الفران، غنشعل عليهم من الاسفل حتى كيتحمروا، ونعقب نهبطهم نشعل عليهم من الاعلى باش ياخذوا ليا اللون الذهبي. هذا هو الشكل النهائي. المورقات ديالنا المالحين كيجيو من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوهم، وساهلين في التحضير، يعني تقدري توجديهم في اخر لحظه، يعني ما كيشدوش الوقت. ممكن تستعملوا كذلك ورقه البسطيله، تحضروهم بورقه البسطيله، راه كيجيو مقرمشين، كيجيو من ألذ ما يكون. وإلا عجبوكم ما تنسونيش بلايك. نتمنى انكم تبقاو ديروا اللايك صراحه، وتخليوا لي تعليقاتكم اللي كيفرحوني بزاف وكيحفزوني انني نزيد نعطي اكثر، وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء. بالنسبه للوصفه الثانيه، الفيلو، عجينه الفيلو بحشوه حلوه، كتجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا، انا بعد ما جبتهم زينتهم بالقليل من الموز، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، وكذلك زينتهم بالقليل من صوص كراميل بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم ينالوا اعجابكم، وكيف قلت لكم الى عجبكم ما تنسونيش بلايك، وما تنسوش تشجعوني اكثر. وتشجيعكم ليا هو تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء، وكذلك تخليوا لي تعليقاتكم اللي كيحفزوني اكثر انني نعطي المزيد من الوصفات. هانتوما صراحه هاد المورقات الحلوين راه كيجيو بنان بنان بزاف، ما تقنعوش منهم، ديك التقرميشه مع البنان ومع الشكلاط. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه.